السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جماعة احنا بنعمل وصفات على القناة، بنتكلم على الخامات. تمام كده. فجالي شكوى ان الاسبونج ناس كتير جدا بتعمله بيبوظ منها. تمام كده. فانا عملت فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن كل خبايا الاسبونج، وازاي الاسبونج يطلع منك ناجح 100% زي ما هتشوفين ان شاء الله كده اهو. بس اهم حاجه تمشي على الخطوات اللي هقولها وما تعمليش اي حاجه تانية، لان فعلا يا جماعه في ناس كتير جدا بتقول على النت حاجات ومعلومات غلط. فان شاء الله تابع الفيديو واعملي نفس الوصفه زي ما انا هقولها كده اهو، عشان يطلع الاسبونش منك ناجح 100%. تمام. ولو الفيديو عجبكم يا ريت يا جماعه شير عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نشوف الطريقه. يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه بنبدا بايه؟ بنجيب الميه بتاعتنا كده. تمام. دي نص كوبايه ميه، وهنجيب نص معلقه محسن جل. بنبدا ننزل بيها كده اهوت في نص كوبايه الميه، وبدوب الايه، المحسن في الميه كده. الطريقه دي يا جماعه بتفرق جدا جدا في ايه، في الاسبونج بتاعنا. تمام كده يا جماعه، المحسن بتاعنا ايه، دف في الميه كده. وطبعا يا جماعه الطريقه دي بتنعم الاسبونج جدا معانا، وبتخلي الاسبونج معانا اللقمه بتاعته ناعمه وجميله. تمام كده. بعد كده بنجيب البيض، 6 بيض ابيض كبير. البيض الابيض يا جماعه ما فيهوش زفاره. وبنزل عليه بشويه فانيليا، فانيليا سايله او بودره، بس انا بفضل الفانيليا الايه، السايله يا جماعه. اربه كده. كده يا جماعه الحركه دي يا جماعه بتفرق جدا في البيض معانا اهو، بتخلي مفيش زفاره للبيض نهائي. وبنجيب البوله بتاعتنا كده. تمام. بننزل الاول بالميه بالمحسن بتاعنا اهي، وعليها البيض بالفانيليا بتاعتنا. ومعانا نص كيلو سبونج يا جماعه بيكلاند. طبعا احنا قلنا ايه، البيكلاند ده على فكره شغله جامد جدا جدا معانا في السبونج. وبصراحه اكتر سبونج انا بعتمده عندي في المحل هو البيكلاند. ده نص كيلو. طبعا يا جماعه انا بشتغل بمضرب ايه، كهربائي بيض كده اهو. طبعا في معلومه عايز اقول لكم عليها، ان المضرب شغله غير العجان. لو عندك عجان بيفرق معاكي في الاسبونج، بقى بيدي نتيجه افضل وبيدي كميه اكبر في الاسبونج. يعني لو بتضربي بعجان بتلاقي المقدار بتاعك بيزيد اكتر من المضرب دوت. تمام كده يا جماعه. فلازم نعرف ان اللي بيشتغل بعجان غير اللي بيشتغل بمضرب، عشان ما يجيش واحد يقول لك انا بصب مثلا نص كيلو في 26 وبتملاها. لا، دي بتكون بتضرب بعجان اكيد. تمام كده. فلازم نعرف ان دي معلومه لازم نعرفها. طب خلاص كده نبدا بقى ايه، نضرب فيه كده اهو. وفي اتجاه واحد يا جماعه، في اتجاه واحد. ما نعملش بقى اتجاهين ونقعد نلف يمين وشمال. خلاص كده. زي ما انا بعمل كده، بدخل اول الدقيق فيه اهو، عشان بس ما يعفرش معايا. معلش يا جماعه انا بطول ايه في الكلام شويه، بس عشان ايه الكل يستفيد ونعرف كل معلومه، عشان ايه كل معلومه فيها فايده لينا. خلاص كده. اللي ما بيحبش التطويل في الفيديوهات من فضلكم ما يتفرجش على الفيديو وما يحطش كومنت سلبي، عشان انا عايز اللي عايز يتعلم. انا دلوقتي بعمل ده للي ما يعرفش وعايز يعمل لاول مره سبونج. خلاص كده. ما بعملش الفيديو يا جماعه للناس اللي عارفه والناس اللي عندها معلومه. تمام كده. اتفقنا. بسم الله ونضرب. بص بقى كده، احنا ايه لسه بادئين نضرب اهو. هبدا اجيب بقى اسباتولا كده. شايفه الدقيق اللي تحت ده اهو، بيبدا ايه، نشيله كده عشان ما يفضلناش دقيق تحت ونلاقي فيه بيض ودقيق. خلاص كده. هبدا ان انا اعمله كده وادخله في الخليط بتاعي اهو. اجيب من تحت كده اهو، عشان ما يفضليش في الاخر الاقي تحت ايه، في دقيق وفي بيض تحت ايه، راكن تحت. لان المضرب والعجان ما بيجيبوش يا جماعه الحاجات اللي هي في الحروف واللي تحت دي. خلاص كده. اهو اتاكد ان مفيش اي دقيق خالص اهو، وابدا اعمل كده اهو، وابدا بقى اكمل الضرب بتاعي لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزه.
ما شاء الله. بصوا يا جماعه بقى ايه المقدار بتاعي عالي ازاي كده، ما شاء الله. بصوا ملع معايا الحله ازاي كده، تمام. القوام ده اللي انا عايزه اهو يا جماعه، كده القوام اللي انا عايزه الكريمي دوت. هبدا بقى اصبها ايه في الصينيه بتاعتي، تمام كده. بصوا بقى يا جماعه، طبعا زي ما عودتكم انا بشتغل في الحله بتاعه البيت العاديه، علشان محدش يقول لي انا ما عنديش حله سبونج. طبعا انا عندي في المحل حلل سبونج كتير ممكن اجيبها اشتغل فيها، بس انا بحب اعرفكم ان ممكن تشتغلوا اللي مش لاقي حله السبونج يشتغل في الحله العاديه دي. بس اهم حاجه يا جماعه تكون جايه مستويه كده اهوت، ما تكونش ايه جايه بوسع وضيق من تحت. خلاص كده اهي كده اهوت. بحط فيها ورق زبده يا جماعه، بقطع حته ورق زبده مدوره كده اهو زي ما هي كده اهي، وبحطها من غير ما ادهنها اي حاجه، تمام كده يا جماعه. الحله دي يا جماعه مقاس 26. حلو. طبعا انا مش عايزها النهارده تبقى عاليه معايا، انا هعمل تورتايه ليا، فانا مش عايزها تبقى عاليه، عايزها تتقطع معايا 3 ايه رقات بس. خلاص كده. لو انت عايزاها اكبر من كده شويه بتحطيها في حله مقاس 24. طبعا كل ما صغر الحله هتعلى معايا اكتر، فانا مش فارق معايا علو الاسبونج قد ما فارق معايا ان اطلعه هش واللقمه بتاعته حلو. خلاص كده. فطبعا المقاس ده في ايديكي، تعليه توطيه ده في ايديكي. بجيب بقى الاسبونج بتاعي كده وبالراحه وبسمي، وابدا انزل ايه في الحله بتاعتي كده اهو اهو. بصوا بقى يا جماعه الحركه اللي انا عملتها بالاسباتولا اول ما بدات اشتغل، ما خلاش معايا اي دقيق ولا اي ايه تكتلات تحت، ولا بيض ولا اي حاجه. خلاص كده يا جماعه الاسبونج بتاعي اهو. هبدا بس اديله هزه كده وما اخبطش يا جماعه فيه. الاسبونج مش لازم يتخبط يا جماعه، غلط ان احنا نخبط في الاسبونج عشان ما نبوظش ايه الهواء اللي احنا عملناه. خلاص كده. بكون بقى قبل ما اشتغل فيها بكون مشغل الفرن على درجه 180 يا جماعه، واكون مسخنه كويس جدا على درجه 180. يعني اول ما ابدا اشتغل بالفرن هشغله على درجه 180، مش اعليه وبعد كده اوطيه، لا من اول ما اشغله بشغله على درجه 180 بس، تمام كده يا جماعه. ويكون سخن كويس. هبدا بقى ادخلها، وطبعا ما نفتحش عليها قبل ساعه الا ربع. خلاص كده. هندخلها ونرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه احنا ايه دلوقتي ايه فتحنا عليها، مر بالظبط دلوقتي ساعه الا 5 دقائق بالظبط، تمام كده يا جماعه. بصوا ما شاء الله ارتفعت معانا ازاي، بصوا اللون بتاعها. هنختبرها يا جماعه منين بقى؟ نختبرها من النص كده، ندخل خله في النص كده ونطلعها، طلعت معانا سليمه كده يبقى كده خلاص استوت، نطفي عليها خلاص. بصوا يا جماعه الاسبونج بتاعنا اهو طلع، طبعا هو ايه لسه سخن، تمام ما شاء الله. بصوا يا جماعه هش ازاي ما شاء الله معانا. بص دي حله مقاس 26، يعني المفروض لو انت عايزاها تبقى عاليه ومرتفعه اكتر من كده تعملي في 24 زي ما قلت لك، بس انا مش محتاج الارتفاع العالي قوي دوت النهارده، تمام كده. بصوا بقى هي سخنه جدا دلوقتي، طبعا المفروض تسيبيها لغايه لما تبرد وتطلعيها، بس انا ان شاء الله هحاول اطلعها لكم عشان ايه اوريها لكم عشان التصوير بس كده. بص يا بتسلكي الحروف كده بالسكينه، لو انت ما حطيتش ورق زبده في الحروف زي ما انا عملت كده فمفيش مشكله، ملوش لازمه تحط ورق زبده في الحروف. بتيجي بقى الحروف كده تسلكيها بالراحه كده اهي، تمشي كده واحده واحده لغايه لما تسلكي الحته اللي انت بداتيها. اتاكدي ان انت سلكتها كويس جدا. تمام كده يا جماعه. ده بقى ايه تقلبيها كده هتنزل معاكي بكل سهوله. شوفي بصي ادي ايه الحله من جوه اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصي بقى والله عايز اقول لك هي سخنه مولعه. بصي بقى كده تبدأ بقى تقشري كده بالراحه ورق الزبده، بصي ولا لزق ولا حاجه، لان هو برده ورق زبده كويس يا جماعه، لسه تجيب ورق زبده برده يكون هو ايه كويس. ان شاء الله لا قوه الا بالله. اهو بصوا يا جماعه كده يا جماعه، ده اسبونج ناجح 100% بفضل الله. بصوا لون التسويه من تحت عامل ازاي.
كيك هش ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص عامل ازاي. طبعا يعني الوصفه دي طبعا والطريقه دي لازم تعتمديها ان شاء الله عشان تطلع معاك السبونج زي ما انت شايفاه كده اهو. الوصفه دي يا جماعه بنص كيلو دقيق وعملناها في مقاس 26 ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا ممكن واحده تقول لك ايه لا 26 ما ينفعش، لا ينفع تمام. وهيطلع معانا دي الطبقه دي ودي هتطلع معانا 3 طبقات، يعني دي هنقطعها 3 طبقات ان شاء الله بالمنشار، وهوري لكم انا بقطعها بالمنشار عامله ازاي. تمام كده يا جماعه. بصوا يا جماعه ما شاء الله بدات تبرد كده اهوت معانا. قلبتها على وشها كده، ده الوش بتاعها اهو. بصوا ما شاء الله شكله بقى عامل ازاي ما شاء الله. وطبعا بصوا انا ما سويتهاش ولا عملتها بحاجه من فوق، بتطلع ما شاء الله بتساوي نفسها وبتطلع زي ما انتم شايفينها كده. تمام كده. كده يا جماعه انا ايه قشرت السبونج بتاعي، قشرت الوش بتاعه وقشرته من تحت. تمام. وهنقطع بقى ايه بالمنشار بتاعنا، المنشار السحري بجد. تمام كده زي ما بنقطع كل مره. انا بثبته على اول درجه اهي تحت اهي وما بغيرهاش، وابدا اعمل كده اهو. بصوا بقى يا جماعه انا اهي سايبها على الارض هي بتاعتها اهي، ما برفعش المنشار بقى. هبدا اروح واجي كده اهو. بصوا يا جماعه عامله ازاي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الكيك بتاعنا عامل ازاي. هنشيل الطبقه الاولانيه كده اهو، وهنجيب ايه كيك تاني اهو، نبدا نقطع برضو كده. طبعا يا جماعه الكيك دوت هو ايه دافي، المفروض تسيبيه لغايه لما يبرد، بس انا عشان التصوير اشتغلت فيه على طول. بصوا كده يا جماعه 3 طبقات معايا ما شاء الله. بصوا الطبقه قد ايه يا جماعه، محترمه محترمه بجد يعني. بصوا الكيك بتاعي هش ازاي يا جماعه وعامل ازاي ابيض ازاي جميل. تمام كده. اهو 3 طبقات اهمت ان شاء الله لا قوه الا بالله. سبونج محترم بجد يعني. لازم تجربوا الطريقه دي عشان هو ده اللي هينفع معاكم وهيعمل معاكم احلى شغل في السبونج. واللي اول مره يشوفني انا اخوكم محمد، ودي قناه كريس كيك. طبعا اللي اول مره يشوف القناه يا ريت بقى يشترك ويفعل الجرس ويشير عشان الكل يستفيد. هستند عليكم وقت فرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.